الا تابعك شي عراضه ولا شي مناسبه غير سجلي عندك هذا الفيديو هذا راه غادي ينفعك بزاف. غادي نشارك معكم اليوم اللحم بالبرقوق وبالفواكه معسله، كيجي كيحمق لذيذ بزاف. اما المنيضر ديالو فراه كيجي هماوي وراقي كيفتح الشهيه. تبعوا معايا الوصفه حتى الاخير. غادي نحتاج 2 حتى 3 ديال الضريصات ديال الثومه، شويه ديال الملحه ما تنكثرش منها بزاف، الخرقوم، سكينجبير، البزار، شويه ديال القرفه والسمن الحار وجوج ضويمات ديال الزعفران، وكنمزج كلشي هاد المكونات بالماء. من بعد كناخذ اللحم، الكميه راه كتبقى على حسب عدد افراد العائله. كندير ليه هذيك الشرموله كنخليه ليله كامله فيها، ومن بعد كنديرو في الطنجره ديالي وكنشلل هذاك الطبسيل اللي كانت فيه الشرموله. كنضيف 4 كاس ديال الزيت نباتيه، بصله كبيره مشلضه، شويه ديال بسيبيسه وقعقله نسيت ما درتهمش مع التوابل في الاول، 2 عبيدات ديال القرفه، 1 ربيطه ديال القزبور ومعدنوس، وكنحطهم على نار متوسطه. كنخلي داك اللحم يعني هكا كيتشحر. من بعد كنضيف ليه 1 2 لتر ديال الماء، كنغطي عليه وكنخليه 3 ديال الساعات كيطيب على المهل. هنا خديت الزبده وشويه السكر وشويه ديال المزهر وشويه ديال الملحه، كنمزجهم مزيان حتى كنحصل على واحد العسيله بهذا الشكل هذا، وكنعسل فيهم الاناناس معلب. رجعت للحيمات ديالي اللي كيكونوا طابو، طفيت عليهم وخليتهم غير واحد شويه هكاك في الطنجره، راه كيتحمروا كياخذوا هذا اللوين هذا. ضفت لهم 1 2 معالق ديال العسل، وكنقدم الطبق ديالي بهذا الشكل هذا كيجي كيحمق. الصراحه المنيضر ديالو كيجي غزال وراقي، والبنه ديالو كتجي بحال ديال العراسات ديال ايام زمان. جربوه بعينكم مغمضين. بصحه وراحه والى اللقاء.